يعني أنت يا خالد وصلت لمرحلة حرفيًا كنت actively thinking إن أنت تنهي حياتك، يس 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 مليون في المية. وبدأت تفكّر في طُرق وفي أساليب وفي حاجات كده إزاي؟ يعني أنا كنت اللحظة دي أنا كنت باصص على العمارة، يعني كان مكتبي هنا، باب مكتبي والعمارة أهي، ودي العمارة اللي أنا كنت I'm planning عليها. and then لأن خلي بالك برضو لو احنا رجعنا للكلام، لأن أنا بالنسبة أنا كده مش راجل، انت فاهم برضو، يعني أنا كده إحساس إن أنا الخوف، الانكزايتي، الرعب، بارانويا او ان انا كاني امبرون، انا مش عارف رجليت نفسي، ومش عارف مين هيفهمني، انا مش عارف انا بعمل انا ايه ومين وبعمل ايه، مش فاهم حاجه. حالة من التوهان الفظيعة. اه طبعا ضياع يعني. ولكن سبحان الله it was a rebirth. فانا بصيت على العماره كده، وانا مش هنسى ان صوره ابني موسى جت في وشي كده، شفتها، وبعدين رحت جاي مشفت عيني على باب المكتب وبصيت عليه وقلت I'm going to start من all over. هبتديها بقى من الاول، يا انا بقى يا القصه دي. لمّا بتفتكر اللحظة دي، اللي هو يعني هنسميها rock bottom بالنسبة لك، يعني كنا في حتّة مش حلوة خالص. بتحاول تتخيل مثلًا أنا إزاي وصلت هنا، يعني إيه كمية الحاجات اللي فضلت تتراكم على بعض، تتراكم على بعض وأنا مطنّش وأنا مكبّر وأنا مش مجمّع حجمها لدرجة إن أنا أوصل إن أنا مرّة واحدة انفجر بالطريقة دي. إزاي بتشوفها في اللي قدّامك عشان تنقذه قبل ما يوصل للمرحلة دي، بتبقى شايف إيه في الرجالة أكتر؟ انا بالنسبه لي، انا فكرت فيه، انا كان في دايما ايتين في بالي طول عمري، وهي ايه واصطنعتك لنفسي ولا تصنع على عيني. انا كنت دايما ببص للحاجات دي ان هي هتشكلني بطريقه that I can actually move الحاجه دي forward. ولما برجع بريفلكت، بقول ان انا مفيش حاجه غير ربنا هو اللي انقذني من الحته دي، وانا بستودع كل حاجه بعملها بقدر المستطاع ان هي تبقى لوجه الله بقدر المستطاع. اكيد بقبض فلوس وبشتغل عشان اكل العيش، بالكلام ده كله كده كده اساسي، وانا بني ادم عادي وبيس. بس اي مين ان انا دايما في بالي اقول ان شاء الله يكون ده اقدر انقله لخدمه الناس، يا رب اكون فاسل. فانا بقى لما باجي بتكلم مع رجاله في الحتت دي، اول حاجه لازم اكون very sensitive ان انا اجيف them space they feel safe ان هم يبقوا نفسهم. ده لازم اعمل كده، يبقى complete space. دي اول حاجه. الحاجه التانية لما باجي بشتغل معاهم، مش بشتغل الدكتور كلاينت، انا بشتغل صباح الفل مساء الفل حبيب قلبي تعالى هنا اقعد. لو هنتكلم يعني طبعا بالفاظ ولا حاجه، مش I'm not supporting this، بس يعني مين اللي بتكلم براحتنا، احنا قاعدين مع بعض على قهوه بندردش صباح الفل، وايه مشكلتك يعني هنظبطها. والحاجه التانية ان لما يحس ان هو محرج، انا ممكن اقدم وان انا اديسكلوز، ان انا افهم ان انا حصل معايا 1 2 3. أنت بتهيأ المود العام إن هو يبقى مرتاح أوي وواخد راحته أوي، بحيث إن هو ما يبقاش في التنشنة بتاعة الميعاد يعني الappointment. بالظبط، ان هو ما يكونش بيحاول يبقى حاجه غير هو. ما بنخبّيش بقى على بعض ونغطي الرجالة بتخبّي كتير ها؟ مش الا مع their closest friends يمكن. فعلًا، أصل أنا باحس إن إحنا كستات أول ما باشوف صاحبتي دي اقعدي بقى لمّا أحكي لِك اسكتي على التفاصيل، الرجالة بتقعد مع بعض وبتبقى اللي هو إيه تمام يا باشا، أنا زي الفل، وهو يومه مش تمام خالص. بتفضفضوا لبعض زينا، يعني بتقعدوا كده تحكوا يومكم وإيه الضغط اللي كان عندكم و. انا اعتقد واصحابي بقى هم اللي لو اللي هياكدوا هذه المعلومه. I step by step started normalizing ان انا احكي مشاكلي، واقول عادي انا هنا وكنت هعيط وعيطت هنا وبتاع، الموضوع كان صعب يعني عادي. العياط ده سهل إن أنتم تقولوا إن أنتم عيطتوا، أو إن أنتم تعيطوا أصلًا؟ يعني بتبقى يعني بس قيمتها تقيلة. يعني لو قلت هنا الحتة دي مثلا دمعت عيط، يعني دي حاجة very significant. ليه؟ ليه الدموع صعبة أوي كده على الرجالة الشرقيين؟ اصل هي فيها wounds
depending طبعا على الريزن، بس هو فيها ووندز. لو هو هيعيط في حاجه غير الكونتكست، غير مثلا حد توفى مثلا، فاهمه؟ يعني حاجه obviously ان هو اتس اوكي هنا. بس هو لو عيط مثلا في ثيرابي او عيط في قعده او اتاثر، لان هو اصلا probably بيبقى suppressing الحتت، يعني الاكسسبيليتي الحتت الحساسه دي اصلا اوريدي تبقى بلوكد. sometimes هو بيبقى مش يعني عايش more of push through performing عن ان هو قاعد in attuned لمشاعره. فهو بيزُق وبيتعامل، بس ما بيقعدش يسمع إيه اللي بيحصل جوّاه. يعني انا مثلا انا في اوقات كتير كنت عيطت ما حدش يعرف ان يعني كان لوحدي مثلا، فبرضه you never know، انا برضه ممكن يكون هما بيعيطوا بس لوحدهم. وجهة نظر حلوة أوي، يعني أنا لمّا يمكن أنا باحكم على اللي أنا شُفته قدّامي، إن أنا ممكن أشوف راجل بييجي يتأثّر وبعد كده تلاقي رَد فعله مرّة واحدة لا، 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 لأ، كإنه بيطردها، أو مثلًا واحد يروح كاتم مناخيره أو يقفل بُقّه أو وشه، أو يعني كإنه بيgain composure علشان ما اطلّعش، عشان أضبط حالي بسرعة. بس أنت عندك وجهة نظر، يعني هي ممكن تكون بتحصل لوحديهم. وفي برضه بوينت تانية جت في بالي، ان معظم الله اعلم، انا برضه مش بملي الموضوع، في طبعا differences كتير، ان في رجاله بتبقى مراتاتهم زي بناتهم، بيعاملوهم زي بناتهم. في رجاله كتير بتبقى مراته معتبرها بنته، كانها بنته، يعني بالنسبه له كده هي زي بنتي، باتيك في كذا في انماط زي دي كتير، يعني في زي بنته، في زي امه، في حاجات كده. فبيبقى protective أكتر يعني ليها. فمش هاوري، مش هاقعد قدام بنتي مثلا، يعني بالنسبه لعقله الباطن. فأنا عايزة أفضل قوي وجامد ما اتهزّش قدّامها. بالظبط، ابقى ظهرها سندها، انا بتاعي، هي مطمنه وانا موجود، ما ينفعش تشوفني ضعيف فور اكزامبل. فدي برضو من الحاجات اللي هو مش هيقدر يشير vulnerability، انه هيشيل هم ان هي هتشيل همه، فمش هعمل كده.